يلا بينا نستعد لعيد الأضحى المبارك بسندوتشات الكبدة السريعة. طريقتي سريعة جدا وهتعجبكم. أول حاجة معايا هنا كيلو كبدة بقطعها وهي لسه متجمدة بنسبة 50% تقريبا، يعني لا طرية ولا متجمدة. بقطعها شرايح صغيرة، وهنا الكمية خلصت معايا واتقطعت بكل سهولة. هجهز بعد كده الكبة بتاعتي واعمل فيها الخلطة. هحط توم، ولو كبير حطي 4 فصوص، ومعلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة كمون مطحون، ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ومعلقة صغيرة شطة، ودي حسب الرغبة. وهفرمهم مع بعض في الكبة، وممكن حبتين فلفل أخضر بارد، ولو عايزاها مشطشطة حطي قرن شطة حامي، وربع فنجان من الخل. وهطحن كل ده مع بعضه في الكبة لحد ما تبقى ناعمة. بعد كده هجيب الحلة احطها على النار واحط فيها زيت غزير ومعلقتين سمنة واسيبهم لحد ما يسخنوا. بعد كده هجيب الخلطة اللي طحنتها في الكبة واحط نص كميتها في الزيت مع السمنة، وانزل بالكبدة كلها دفعة واحدة في الخليط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واقلبها، واول ما لونها يدوبك كده يبدأ يتغير انزل بباقي الخليط بتاعي واقلبه كويس. وبعد كده هجهز حبتين من الفلفل الاخضر وقرن شطة حامي، وده برضو اختياري. هقطعهم واحطهم فوق الكبدة واقلبهم مع بعض، واجيب ليمونة واعصرها كده فوق الكبدة، واغطي الحلة واسيبها على النار من 7 ل8 دقايق هتكون استوت تماما. شوفوا هنا استوت وريحتها بتحكي عن نفسها. هجهز الخبز، وبحب افتحه بالمقص بيبقى مظبوط جدا عن السكينة. وبجيب الخبز بتاعي وابله الاول في الصوص بتاع الكبدة بالشكل اللي انتوا شفتوه، وابدأ احشي الساندوتش واضيف صوص المستردة. والمستردة بتبقى حلوة قوي مع الكبدة، وطبعا هي اختيارية. مش قادرة اوصف لكم طعامة الساندوتشات دي، بصراحة طعمها هيعجبكم قوي. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. كان معاكم ندى جمال.